بالظبط. امتى اوصف الجسم اللي معايا ان هو بيتحرك؟ لما مكانه بيتغير بتغير الزمن. يعني انا ممكن اقول ان الحركة عبارة عن تغير موضع الجسم بمرور الزمن. الحركة هي ايه؟ تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لنقطة ثابتة. لازم يبقى عندي النقطة الثابتة اللي انا هحدد بيها اذا كان الجسم ده اتغير او لا. وده كان موضوعنا السنة اللي فاتت. الجديد بقى عندنا انواع الحركة. يبقى تغير موضع الجسم بمرور الزمن. الجديد انواع الحركة. عندي حركة انتقالية ودي خدتها السنة اللي فاتت. اما الحركة الدورية ودي موضوعنا السنة دي. الحركة الانتقالية، قبل ما ادخل على الحركة الانتقالية تعالى برضو نفتكر مع بعض الجسم الساكن والجسم المتحرك. ايه الفرق بينهم؟ فاكر؟ الجسم الساكن هو اللي هو الجسم اللي ما بيغيرش موضعه برافو عليك. الزمن، برافو. في نفس المكان. ايوه، الجسم الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه بتغير الزمن. يعني الزمن عمال يمر والجسم ده مكانه ما اتحركش. عربيه بابا كانت راكنه تحت البيت، انت مثلا في الشقه التانية والعربيه تحت البيت، كل شويه تبص من البلكونه تلاقيها واقفه مكانها. انت عرفت ازاي ان هي ما اتحركتش؟ تقول ده بابا ما مشيش، العربيه ما اتحركتش. معلمها بعلامه، صح؟ اولا الزمن هو ساكن، سوري، العربيه ساكنه والزمن بيمر، بس ايه العلامه اللي انت معلم بيها ان العربيه دي ما اتحركتش؟ ان هي واقفه قصاد الشباك مثلا. يبقى انا عشان احدد اذا كانت ساكن او مش ساكن لازم الزمن يمر معايا وهي مكانها. الحاجه التانية يبقى عندي موضع تاني احدد بيه التغير بتاعها، اذا كانت هي اتحركت ولا لا. لو بصيت بعدها بشويه لقيتها مكانها مش جنب الشباك اللي كانت جنبه، يبقى انا كده خلاص دي اتحركت. انما الجسم المتحرك لا، الجسم اللي بيتغير فيه موضع الجسم بمرور الزمن وبالنسبة لنقطة ثابت. نيجي على الحركة الانتقالية. لو عندي جسم عند الموضع A واتنقل من A راح لحد B، دي هقول عليها حركة انتقالية. ليه؟ بكل بساطة الجسم اتنقل من نقطة لنقطة اخرى. انما الحركة الدورية دي حركة بتكرر نفسها بانتظام. يعني ايه بتكرر نفسها؟ طبعا احنا خدنا الانتقالية دي السنة اللي فاتت وخلصناها. بتكرر نفسها بانتظام طول الوقت. يعني زي مثلا عندك الساعة، عقارب الساعة عمالة تلف حوالين نفسها طول الوقت. بتتحرك بانتظام في نفس الوقت. بتتحرك حركة منتظمة تتكرر على فترات زمنية متساوية، دي نفس الوقت اللي انت قلتها. يبقى الحركة الدورية الحركة التي تتكرر على فترات زمنية متساوية. نبدأ بقى ندرس أنواع الحركة الدورية. نوعين اتنين يا سيدي. أنا عندي من الحركة الدورية حركة اهتزازية وموجية. برافو عليك. الاهتزازية موضوع الدرس الأول اللي هناخده دلوقتي، إنما الموجية دي موضوع الدرس التاني. موضوع الدرس التاني. الحاجات اللي هندرسها في الاهتزازية والكميات هي نفسها هندرسها في الموجية، ولكن النظام هيختلف حاجة بسيطة. تعالى نبدأ بقى بالاهتزازية. يعني ايه اهتزازية؟ هي حركة دورية عادية، يعني حركة بتتكرر بانتظام بس بشرط على جانبي موضع السكون. فاكر البندول البسيط بتاع الترم الأول؟ بتاع الترم الأول ايه ده؟ بتاع السنة اللي فاتت ده اهو. ده البندول البسيط، تقدر تعمله في البيت بكل بساطة. تجربة بسيطة، هات أي قلم وعلق فيه خيط وعلق في الخيط ده أي قطعة حديد تحت، واشتغل بقى انت حركه على جانبي موضع السكون. ازاي بقى نحركه على جانبي موضع السكون علشان ندرسه صح؟ بص يا سيدي، يعني هو بيتحرك في نفس المكان بس بيروح يمين وشمال. بالظبط. لكن هو ايه؟ هو عبارة عن واحدة بس، مش كتير زي ما كنا فاكرين ان هم ايه ده كتير. لا، هي واحدة وانا بحركها لو شدتها يمين لفوق شوية فانا سحبتها مسافة معينة غيرت موضعها، صح ولا ايه؟ وليكن الموضع الجديد ده همثله بنقاط. خلينا اقول ان ده موضع ألف. هي نفس فكرة المرجحة. نفس فكرة المرجحة. لما احنا نقعد عليها نتحرك قدام وورا، دي حركة اهتزازية. بالظبط. نتحرك في نفس المكان بس يمين وشمال او قدام وورا. بالظبط. ركز بقى معايا في اللي هقوله ده. الكرة السوداء دي الكرة بتاعت البندول، طول ما هي موجودة في مكانها كده ده موضع السكون بتاعها. اول ما ابدا اشدها لفوق واحركها انا ببعدها عن موضع السكون. طب انا بزود المسافة ولا بقللها؟ بتزودي المسافة. برافو عليك. المسافة هنا هنسميها الازاحة. هي
يبقى انا كل ما هبعد عن موضع السكون في ازاحة بتزيد. طب حلو، وانت طالع السلم بتحس ان انت سريع اكتر ولا وانت نازل بتحس انك سريع اكتر؟ وانا نازل. برافو عليك. يبقى انا وانا طالع السرعة تقل السرعة. خليك فاكر دي قوي، كل ما هبعد عن موضع السكون اللي في النص ده واطلع لفوق عند اي موضع تاني على جانبي الموضع هتقل السرعة. طب وانا نازل، انا نازل السلم بقى هنزل بسرعة، تزداد السرعة. يبقى الازاحة يحصل لها ايه؟ الايه؟ الازاحة الازاحة وانا نازل. وانا ايه الازاحة؟ يا واد المسافة دي اللي طلعنا بيها دي، المسافة دي احنا قلنا هنسميها الازاحة بقى. ماشي. بما انها تزداد وانا طالع يبقى يحصل لها ايه وانا نازل؟ تقل. هتقل. خد بالك عشان دي هتلخبطك شويه. كل الكلام اللي احنا عملناه وانا رايح على الموضع اليمين نفسه بالظبط على الموضع الايه؟ الشمال. نفس الكلام في الموضع الشمال بالظبط بالملي. يبقى يعني وانا نازل السرعة بتزداد، وانا ايوه بطلع السرعة بتزداد. بالظبط. لو اتلخبطت فيها افتكر حركتك على السلم اللي انت قلتها دلوقتي. الحركه وانا طالع على السلم بتكون سريعه جدا ولا بطيئه جدا؟ بطيئه. طب وانا نازل هتزداد سرعتي. يعني انا لو حبيت اجري على السلم انهي حركه فيهم هتبقى اسرع، وانا طالع ولا نازل؟ وانا نازل. افتكرها دايما بدي. طيب اللي عكسها مين؟ الازاحه. ما دام انا طالع سرعتي بتقل يبقى وانا نازل سرعتي هتزيد. ازاحتي بتزيد وانا طالع يبقى وانا نازل ازاحتي هتقل. عكس بعض تمام. الكلام اللي هتقوله على الجانب اليمين هو نفسه اللي على الجانب الشمال. دول اسمهم ايه؟ اسمهم جانبي موضع السكون. جانبي موضع السكون. امال فين موضع السكون يا مازن؟ اللي في النص. اللي في النص. برافو عليك. طيب حاجه كمان، فاكر طاقة الحركة؟ ايه؟ طاقة الحركة. لا. السنة اللي فاتت برضو اخدتها. الجسم ده علشان يتحرك، اي جسم بصفة عامة علشان يتحرك بسرعة معينة مش المفروض يبقى عنده طاقة حركة يقدر يتحرك بيها؟ ايوه. وبتأثر فيها كمان كتلة الجسم اللي معايا؟ صح. يبقى انا دلوقتي طاقة الحركة هتعتمد على السرعة. يعني ايه؟ كل ما طاقة الحركة دي زادت معايا يبقى السرعة هتزيد معايا. يبقى انا هرجع لقانون طاقة الحركة افكرك بيه بقى. نص الكتلة في مربع الايه؟ السرعة. نص كتلة في مربع السرعة. عايزين نطبق القانون ده معانا على حركة البندول البسيط اللي احنا اتفقنا عليه. ادي البندول البسيط تاني، وادي جانبي موضع السكون اللي احنا وصلنا لها. مثلا كده ايا كان المفروض يبقوا قد بعض. طاقة الحركة نص الكتلة. تمام. الكتلة دي ولنفرض ان احنا هنثبت الكتلة معانا في الموضوع، نفس الكورة اللي انا شغال بيها. السرعة بقى، كل ما كان عندي طاقة حركة عالية كل ما كانت السرعة اللي عندي كمان عالية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عند اقصى ازاحة خالص فوق انا هو عند الف، النقطة الف دي اقصى ازاحة، يعني انا بعدت جدا عن موضع السكون. تقدر تقولي السرعة كام؟ السرعة بتقل. حلو برافو عليك. بتقل لحد وانا طالع لحد ما تيجي عند الف وتبقى صفر. فهمت؟ اول ما تبقى صفر خلص طاقة الحركة اللي عنده هيجي نازل تاني لوحده من غير انا ما انزله. ده ايه ده؟ لانه ايه؟ خلاص سرعته صفر. يعني طاقة حركته صفر، يعني ما عندوش طاقة يكمل، هيجي نازل تاني. وهو نازل تبدأ السرعة تستعيد قوتها تاني. صح؟ تزيد. اول ما توصل عند موضع السكون اللي في النص تبقى اكبر ما يمكن. السؤال كالتالي: تكون سرعة الجسم اكبر ما يمكن عند الهبوط. مش الهبوط بقى، موضع السكون. موضع السكون. تكون اقل ما يمكن عند موضع السكون. لا، جانبي موضع السكون اللي هما فوق الف وب. اللي انا هقوله على الف هيمشي على ب. تاني: تكون السرعة اكبر ما يمكن عند نقطة السكون. موضع السكون. بصفر عند
عند الجانبين. عند جانبي موضع السكون. برافو عليك، مهم قوي عندي انك تفهم الجمله دي علشان انا هطبق عليها حاجات تانية كتير دلوقتي. تاني دلوقتي وانا طالع أقصى اليمين فوق وأقصى اليسار الشمال فوق. بالظبط. اه وانا طالع من موضع السكون لفوق ازاحه معايا بتزيد، سرعه بتقل، لحد ما اوصل عند الجانب خالص فوق اقصى ازاحه يعني بعيد قوي عن موضع السكون، هلاقي سرعتي بدات تبقى صفر، يجي راجع تاني. ليه؟ لان طاقه حركته بقت صفر، ما بقاش عنده طاقه يكمل الحركه بتاعته، صفر، يجي راجع تاني. بس وهو نازل بقى كانه نازل من على السلم جري، يعني سرعه بتزيد لحد ما يوصل عند موضع السكون، ده بقى اعلى حاجه. بعدين هيكمل، خد بالك هو مش هيقف عند موضع السكون، هيكمل بقى ويطلع تاني عند الموضع ب. نفس الحركة بالظبط، وهو طالع ازاحة بتزيد، سرعة بتقل. السرعة. بتقل، فهمتها دي؟ فهمتها. تعالى موضح لك الاول التعريفات على الرسمة في الكتاب، ونرجع تاني للسبورة نكمل بقية المصطلحات اللي عندنا. الكتاب كده كده فتحه قدامي. فتحه قدامي. بتقول ايه يا مازن؟ بقول انا كده كده فاتح الكتاب قدامي. ايوه. ادي اول تعريف معايا، الحركة الدورية. خلاص احنا عرفنا الحركة وعرفنا الجسم الساكن والجسم المتحرك والدنيا تمام. الحركة الدورية حركة بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. الحركة الاهتزازية والحركة الموجية دي انواع الحركة الدورية. يعني انا لو هعرف الحركة الاهتزازية لازم ابدأ بكلمة حركة دورية، لو هعرف الموجية لازم ابدأ برضو بحركة دورية. وادي تجربة البندول. بص بقى، دي مهمة اوي وانت بتذاكر، لازم تدرس الرسمة. اي رسمة تجيلك في الدرس ده بالذات، اي رسمة هتجيلي ما سيبهاش، لازم ادرسها كلمة كلمة. ادي موضع السكون، القطعة الحديد دي اللي انا معلقها في الخيط، كل المواضع اللي جنبها دي مواضع وهمية، انما هي واحدة بس في النص موضع السكون بتاعها. لما بتطلع لفوق طول ما انا طالع كاتب لك اهو كل السرعة. طب وانا نازل شايف السهم الاحمر نازل لتحت؟ تزداد السرعة.